السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المرة اللي فاتت عملنا لكم حاجة تشيل الطوب دي للبنايين، حاجة تشيل الطوب ده بدل ما يشيله، لأن الطوب ده بيلحس الإيد وبوظه، فبقول لك إيدينا بتتلحس من الطوب، فعاوزين حاجة تشيلها. فطبعا أنا عملت لكم دي المرة اللي فاتت أهي، اللي بتشيل الطوب أهي من غير مجهود ولا أي حاجة، تشيل الطوب أهي. عاوز برضو تشيل أقل من كده برضو بتشيل أهو، حسب الكمية اللي أنت هتشيلها. دي ممكن تعمل له بنز، مش شرط مسمار بصامولة، يعني دي كانت شايلة 6، دي بتشيل 4 اهي، حسب ما انت عاوز. تقدر تشيل اكتر من 6 بتشيل، عاملينها حوالي 10 طوبات لو تقدر تشيلهم اهو، ما بتحتاجش مجهود خالص اهي. فطبعا الناس قالوا لي عاوزين حاجة للبلوك، لان ديتي رقيقة هتفلت معانا من البلوك، عاوزين حاجة عريضة تشتغل البلوك عليها. هعمل لكم تصنيعها عشان الناس تقدر تصنعها برضو عند اي حدادة يعملها عادي. تمام. هنجيب ماسورة بوصة وماسورة 3/4 بوصة، بحيث اللي هما يخشوا جوه بعض اهي، بحيث اللي هي تخش كده. هناخد لو يكن عرض الطوبة ايه، 25. مثلا هنعملها على طوبتين مثلا، عشان لو عايز تشيل طوبتين، لان البلوك تقيل اوي. هنعملها من 2 ل4 او من 2 ل5. تمام. ف25 يعني هنعملها 50 اتنين في بعض، هنعملها 25. هنعمل حتة 25 وحتة هتبقى دراع، هنعملها طويلة شوية، لو طولها هنقصرها هتبقى 30 مثلا. حتة 25 وحتة 30. طبعا دي اللي هتخش في الحتة ال25 دي هنعملها 25 برضو. هنعمل حتتين 25، اللي هي الماسورة التخينة 25، ومن الرفيعة 25 واحدة وواحدة 30. هنيجي على دي هنسيب حوالي سنتي هنا، وهنخرم خرم هنا، هنعمل عليه زي مسمار زي ده بصامولة كده، هنعمل له حاجة زي بكرة كده تربط وتحل، على أساس إيه؟ لما تحب تفتح للطوب زي ما أنت عاوز، يعني مثلا كده هتجيب مقاس إيه لحد الخط ده كده، هتجيب مقاس مثلا الطوبتين، عاوز تفتح تجيب 4 طوبات بتوسع دي كده. تمام. هنقوم بادئين بقى إيه، نربط المسمار ده عشان ما تفتحش معانا، نربطه على الماسورة دي. فهنخرم هنا خرم من المسمار ده وهنلحمه هنا، وهنيجي قباله بالعرض، هنخرم خرمين هنا قبل بعض، واحد هنا واحد هنا، نعديه من الجنب التاني. ماشي. دي هنعمل لها زي حلقتين، واحدة واحدة معاكم اهو. هنجيب حتتين حديد زي دول، هم دول طوال شوية، هم جايين على هي طويلة، هنسيبها طويلة، ان كان كده نقصها، لو نفعت عالية مش مشكلة. معايا مقاسين اهم، الحتة لو يكن هتبقى 20 سنتي، الحتة 20 سنتي، هنقص دول الحتتين هيبقوا 20 سنتي. بعد كده هنلحم الماسورة دي هنا، هنقصهم الأول عشان إيه ما نبرجلش نفسنا معاكم، عشان إيه تفهموها كويس. وهجيب حتة زي دي أعملها حلقتين، هتتكرم خرم هنا وخرم هنا، لو يكن مثلا هتبقى طولها قد إيه، هنخليها 4 سنتي، هتبقى 4 سنتي زي كده مثلا. هنخرم الخرمين دول وهنقطع دي طبعا هتشال، وهنرجع لكم تاني عشان ما نطولش عليكم. خلاص احنا قصينا الحتتين اللي هما الحلقة اهو، قصوا معانا واتخرموا المواسير اهي.
25 سم معايا اهي، و25 سم، ودي 30 اللي هي الطويلة. طيب هنعمل ايه بقى؟ هنلحم واحدة هنا كده وواحدة هنا، هيبقى اللحام هنا كده، وهنيجي على الحتة اللي هي بتاع الطويلة دي وهنلحم الودنين دول هنا اهو. الحلقتين دول هيتلحموا هنا كده في المكان ده بعد الماسورة بحوالي سنتي. ليه بقى؟ دي هتركب بينهم وبين بعض في الخرم ده، هتبقى كده، تبقى بالشكل ده كده، وهتركب بمسمار هنا اهو. مسمار هيركب هنا داخل دول هنا كده عشان دي تبقى متحركة معايا، تمام؟ عشان دي تبقى متحركة معايا تمشي معايا. طيب احنا هنلحم دول، هنلحم الحتتين دول، وهنلحم الماسورتين دول، وهنلحم الصامولة دي هنا كده عكس الخرمين اهم فوق. الصامولة دي هتتلحم هنا عشان المسمار ده اللي هيلجلش لي على الماسورة هنا، هيقفل على الماسورة ويفتح عليها. طيب احنا هنلحم دول ونرجع لكم تاني برضه عشان ما نطولش عليكم بنفس الشكل كده. خلاص احنا لحمنا دول، الماسورتين اتلحموا اهم في الحتتين الحديد، والحلقتين دول اتلحموا هنا اهم عشان نركب فيها دي، هتبقى بالشكل ده كده. دي طبعا عاملينها بمسمار عشان تبقى حرة تاخد وتدي، عشان تزنق معانا الطوب. مسمار يبقى قصير شوية هنشبطه، بقت بالشكل ده كده اهي. دي طبعا القطعة التانية اهي اتلحمت اهي، هتخش هنا كده برضه اهي. دي طبعا عاملينها متحركة ليه؟ عشان لو في طوب كتير مثلا هنشغله، ادي تشيل لها اربع بلوكات اهم. طبعا محدش يقدر يشيل اكتر من 4 لان البلوك تقيل، تمام؟ هنا 3 اهم هنجرب عليهم. طبعا الصامولة دي معمولة والمسمار ده ليه؟ عشان يربط على الماسورة دي اهي. نجربها لكم برضو كده، نجربها اهي. شالت الطوب على طول اهو من غير مجهود ومن غير حاجة اهو. الطوب طبعا استحالة يقع منها لان هي قافلة عليه اهي. مجرد ما بتشيل من الايد هي بتقفل لك على الطوب بالظبط اهو. طبعا البلوك طبعا مش لازق في بعض ولا حاجة، فكه كده، البلوك مش لازق في بعض ولا حاجة. عاوز تشيل طوبتين بس برضو بتقفل دي وتشيلهم اهي حسب اللي انت عاوزه اهو. عاوز تشيل 3 برضو بتهويها وتشيلهم من غير مجهود، وبتشيلهم في ايدك وانت ماشي. ممكن تشيل مثلا 3 طوبات في الايد دي و3 في دي لان ما بيحتاجوش مجهود. يعني ممكن تشيل 3 في الجنب ده و3 في الجنب ده، بقوا 6 بلوكات بدل ما تشيل واحدة بواحدة اهو. وهيسيبها على الارض وهيحط على طول من غير مجهود، ولا يفك ولا يربط. شيل اهو، حط على طول. طلعها فوق. طبعا لو جينا نشغل دي هنا مش هتنفع طبعا. واحد هيقول لي طب ما انت عاملها قبل كده اهي. لا دي معموله للطوب، دي طبعا هنا مش هتنفع لان هتقلب الطوب معايا. شوف هي ممكن تشتغل بس هتقلب الطوب لان المجال ده قصير اهو. الواحد يخاف يشيلها لان ممكن الطوب يفلت منه اهو. اما في الطوب ده عشان المجال بتاعه قصير بيشيل الطوب عادي اهو من غير مجهود خالص اهو. يعني دول 6 طوبات اهمتي، اكني شايل طوبه واحده اهي خفيفه خالص اهو بصباعين بس اهو. 6 طوبات، ولا تشيل طوب على ايدك ولا يلحس لك ايدك، لان الجماعه اللي هم البنايين بيقول لك لما نيجي نشيل الطوب كده بيلحس الايد
وطبعا بتاخد مجهود اهي. شوفوا بيقلبوا منك. اما دي مفيش مجهود خالص اهو. بتحطها كده وتقوم شايل اهو. استنونا الجديد ان شاء الله. وشكرا.